أمانة يعني حاشتنا بعض المشكلة أن في قانون بمصر لازم نرجع ونرد مرة ثانية الطيارة. وفروا لنا سيارة، وفروا لنا شخص ينتقل فينا من الجوازات إلى منطقة مرة ثانية المغادرة. حاليا بانتظار الفنان اللي يعني طال انتظاره في الكويت، ماجد المهندس. كانوا ناطرينه وقاعدين على حر من الجمر، انتظرونا بعد شوية. أني بعد الشفته منك مالي رغبة بعد أحب. أني عالم وانت عالم، نلتقي كل الصوت. سنين متحمل عذابك، شايل الهم والجروح. كافي طلعت روحي منك، لا تجيني يلا روح. انت بدرب وانا بدرب، ما نلتقي كل الصعب يا حب يا حب. كله كذب، لا لا ولا لا، صعب الحالة. تريد الصدق خل افترق، لا احترق لا تحترق يا حب يا حب. بداية يعني البرنس ماجد المهندس، انت من اعز الناس على قلبي انا قبل الله يخليك. الكويت كله منتظرك. قناة سكوب اللي يعني ماخذه الحصرية في يعني تصوير الكواليس لفبراير الكويت. كل الكويت واقفانة عليك، بس انا ودي اسالك سؤال قبل لا نبتدي اللقاء. امرني. انت شو مسوي بالكويتيين اللي خلصوا كل التذاكر من 3 أسابيع؟ اول شيء شرفتوني ونورتوني. سكوب مو غريب عليها هذا الدعم لماجد المهندس بالذات، لكل الفنانين الاخرين الرائعين. انت نورتني وشرفتني. هاي ثاني مرة نورتني، قبل بالسويت عندي. شرف كبير اني اكون متواجد بشكل يعني دائم بهذا المهرجان اللي نولد كبير، مهرجان فبراير. كبير بنجومه، كبير بجمهور الرائع. الجمهور الكويتي له معزة خاصة بقلبي. كل فنان، صدقني كل فنان عربي وعالمي يطمح انه يوقف قدام الجمهور المميز، جمهور الذواق، الجمهور الرائع. والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى انعم علي اني دائما اوقف قدام هذا الجمهور، والله يقدرني ان شاء الله واكون دائما في حسن ظنهم. استاذ ماجد، يعني قاعد نشوف مهما قاعد يقدم لك الجمهور الكويتي ما قاعد يوفي لك شيء من فنك الراقي اللي انت قاعد. الله يسلمك. يستاهلون جمهور الكويت. لقبت بالبرنس، شنو يعني لك هذا اللقب؟ صدقني كل الألقاب عزيزة على قلبي، لأن الجمهور اللي يطلقها تزيدني شرف وتزيدني تواضع وتزيدني حب أبادلهم إياه، وثقة كبيرة تزيد من مسؤوليتي وتزيد من صدقي بالأشياء اللي أختارها، بالفن اللي أقدمه لهم. الله يقدرني دائما أقول إن شاء الله أكون في حسن ظنهم. عندك أغنية مجهزة حق الكويت اسمها أكيد من ألحان محمد بدلة، كلمات فائق حسن. الكويت الحبيبة. الكويت الحبيبة أكيد. راح تكون رومانسية ولا شوية؟ لا شوية إيقاعية. احنا قدمنا الرومانسية كانت روعة يا الكويت، روعة سنتين متواصلة. كلمات المبدع منصور الواوان والحان المبدع اخوي الرائع عبد الله القعود. هسه حبينا نسوي شيء جديد لهن بالكويت، يستاهلون طبعا. وان شاء الله تعجبهم يا رب. زين، الحين اطلع لك شوي من الاطار الفني اللي انت متعود عليه. اي لقاء قاعد يصير معاه قاعد ياخذون اخبارك الفنيه. نبي ماجد الحبيب. ماجد انت مو بس مهندس، انت كل الالقاب يتلوق لك. انت انسان حبيب، وقاعد نشوفك هادي في اغانيك، هادي توصل القلب بسرعه، وانسان راقي. هذا مو مجامله، وهذا شيء انت يمكن حاسه من خلال عملك لجمهورك. انت عصبي ولا مو عصبي؟ جدا عصبي. مو لايق بشغلي. بس بالشغل ولا بشغل؟ لا والله بشغلي. هدوء من فضلك، هدوء جروحي توها نايمة، غمضت ليل عيونها وسمع عيوني غايمة. هدوء هدوء من فضلك، هدوء جروحي توها نايمة، غمضت ليل عيونها وسمع. سالفنا عن العصبية، احنا يعني يمكن متأدين شوي بطيارة، لكن وقتك ما شاء الله عليك وعلى يعني على حسن تربيتك وعلى اخلاقك كفنان. الله يسلمك. امانة قاعد تعطينا من وقتك الكثير. بالعكس شرف لي. قاعد نأذيك شوي، قطع عليك. بالعكس. لكن عصبيتك هاي نطلع ويانا هني طلعها بس بالبروفة. لا شاء الله. على وسامة على وسام علينا بس يعني تدري لما الجمهور يمنحك يعني ثقة كبيرة
ويكون متواجد بحفلاتك، ومثل ما تفضلت قلت يعني يحرص انه يكون موجود، يحرص على انه يكون وفي وياك. لازم انت تبادلهم هذا الوفاء. تبادلهم كيف؟ انه تحترم اذانهم، تقدم لهم اشياء راقيه تليق بهم. من ناتج العصبيه، من تحرص انت على التفاصيل وتحرص على الشغل يطلع باكمل وجه. شويه تصير مرات، اكيد تدري احنا بشر وخطائين، بالبروفات ما تصير اشياء مثل ما تحب، فتصير شويه اخذ وعطاء يعني. زين، انت الحين قاعد تسافر وايد واعمالك وايد واكثر من ديره قاعد تقدم فيها، مثلا حفل او زيارات خاصه او ايا كان، عندك رهبه وخوف من مثلا او طقوس معينه في الاقلاع والهبوط، تعاملك مع الطياره؟ سؤال محرج. لا انا دائما بصراحه دائما اخاف من الطياره، بس اقرا المعوذات وخلاص يعني قد ما لازم انت تخاف مثلي. ها يعني مضطرين، تدري حياتنا احنا عايشين بالطياره، بس هذا ما يمنع يعني الخوف اللي جواي. زين، ماجد غير وجهته، ما يبي يروح حق عمل، حاب انه يسترخي في مكان معين. وين وجهته المفضل؟ باريس يمكن عشت فيها 5 سنين، فالقى بها نفسي. زين، اخر شيء، احمد مصورنا عنده يعني سؤال من اول الطياره ويرد لي يروح ويرد. انا ما ادري اذا انت تقبل فيه ولا ما تقبل، لا بسالك اياه. قول لي يا احمد، هل انت انسان متزوج ولا عازب؟ لا انا سؤال قلت انت لحظه، انت معجبه ولا لا يستاهل احمد معيون. يعني انا دائما احب اخلي حياتي الخاصه بالكواليس. اللي اريد اقول لك اياه انه عندي ابني محمد، ما شاء الله، عندي اب الدنيا الحمد لله، كبر صار رجال، عمره تقريبا 13 سنه. ما شاء الله. الله يخلي اولادكم ويحفظهم ان شاء الله. تربوهم على يعني على الخير على الطاعه باذن الله تعالى. زين، اخر سؤال، ما ادري انا مستانس بلقائي معك وانا بعد والله. لا بالعكس، شوي احاول ان اطلعك من الرسميه اللي احنا لا والله بالعكس، ما اخذ راحتي انا مو كثر يعني سعادتي وناستي وياك، ما ودي هم يعني اقطع على شيء. شنو تغديت اليوم؟ اليوم انا تصدق مسوي ريجيم صار لي كم يوم. على شنو؟ صدق على شنو؟ والله على شنو؟ لا فتره من بالاستوديو شباب اللي ما شاء الله كلها اكيله، فاست فود والليل نتاخر. اسامه الكمنجي نتاخر يعني عزاء قال لي ابي زبيدي، شوف كلهم مدحت واسامه وفايق كلهم ياكلون، والمشكله انه نتاخر بالاستوديو فنظل لحد الساعه 5 6 الصبح، فتبدي العيوش والتمن اخر الليل، فحبيت شويه اقلل. صار لي اسبوعين اكلت طاووق بصراحه. شلون شفت تعامل اكثر من رائع على فكره، يعني مو اول مره، يعني راقين جدا، الاستاف كله راقين بتعاملهم. طيارات ما شاء الله اكثر من رائعه، الكراسي مريحه، الخدمه مميزه. ان شاء الله يا رب الله يديم هالنعم على الكويت الحبيبه، ويديم نعمه الامن والامان وبتقدم ان شاء الله دائم يا رب. عسى الله يوفقك. الله يخليك، مشكورين. عشان لازم نسكر. يلا. وحشني صوتك الغافي على سنيني، وحشني صوتك الغافي على سنيني، وإذا فيك بقايا من أملنا أمس. احنا الحين وصلنا على مطار دولة الكويت الحبيبة برفقة فنان ماجد المهندس، وعلى متن الخطوط الجوية الكويتية بالسلامة. انتظرونا خارج المطار، وإن شاء الله راح تشوفون استقبال مهنئين له. الكويت الحبيبة قطعة مني، حبيبة قلبي وإحساسك ملكني.